السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير. وقت لي وصلكم الفيديو تاعي تاع نهار اليوم، نقول لكم توحشتكم بزاف بزاف بزاف. اولا نرحبوا بلي زابوني جدد اللي انضموا للقناه، نقول لكم مرحبا بكم، نورتوا قناتي. ونرحب بلي زابوني القدم، نقول لكم دمتم اوفياء القناه. البنات اليوم حضرت معكم اللوبيا ماشطو مجمره في الفرن بطريقه رائعه وبنينه يعني بزاف البنات، وتقدروا توجدوها يعني كطبق رئيسي في شهر رمضان المبارك. تابعوا معايا الوصفة هنا البنات. عندي حبة بصل مقطعة إلى قطع صغيرة، عندي حبة تاع طماطم كنت ربيتها، عندي نصف ملعقة تاع طماطم مصبرة، عندي زوج وريقات رند، عندي قطع الدجاج. تبغوا ديروا الدجاج، تبغوا ديروا اللحم، تبغوا ديروا بولياش الفيونداش، يعني كما تبغوا. هنايا راح نعطيكم التدبيره توجدوها يعني كتحضيرات رمضان ان شاء الله. يدخل علينا ان شاء الله بالصحه. وهنا البنات، هنا البنات عندي اللوبيا ماشطو، كنت نقيها ونغسلها مليح ونفورها يعني حوالي 10 دقائق، يعني ماشي حتى طيب لنا يعني طيب لنا مليح في الكسكاس، يعني غير نفوروها يعني حوالي 10 دقائق. ونديروها نخلوها تبرد مليح، نديروها في ساشيه تاع كونجيلاسيون، ندخلوها في الكونجيلاتور. النهار اللي تبحر لك يعني تروحي تجبديها واجده وتطيبيها، وراح تحافظ لكم على اللون الاخضر. جربوها البنات، هذه يعني كتذبيره ان شاء الله ولا كتحضيرات شهر رمضان المبارك. يعني انا في رمضان دائما نوجد ندير الجلبان، نوجد يعني الزيتون تاني، نقلع عليه كاع هذيك الملوحيه تاعه ونديرها في دي ساشي ونديرها في كونجيلاتور. نهار اللي نبغي نطيب نقاه يعني واجد. ونجيب تاني اللوبيا ماشطو نقيها كما قلت لكم ونفورها نص طياب، صاي نفورها يعني غير نص طياب، ونديرها تاني في دي ساشي تاع كونجيلاسيون، ندخلها في الكونجيلاتور. يعني في رمضان نلقى صوالحي واجدين هادو يعني كتدابير لشهر رمضان المبارك. نعاود نقولوا الوصفه البنات. هنا درت شويه زيت، البصل الرند، شويه ملح، والدجاج تاعي، ودرت كركم، زنجبيل، فلفل اسود وفلفل احمر الحلوه. يعني انا دائما نطيب بالفلفل الحمراء الحلوه البنات، ونخليهم يتقلاو مليح. مانيش عارفه الا قلت لكم الرشه تاع الملح، مهم الرشه تاع الملح ما تنسوهاش. واذا درتو يعني مكعب تاع مرق الدجاج ما تكتروش بزاف الملح. صدقوني هاد الوصفه تجي بزاف بنينه. نديرو هنايا الطماطم مع الطماطم المصبره، ونخلو هاد المكونات تاوعنا لازم يتقلاو مليح. ماكلتكم يعني باش تجي بنينه لازم تقليوها مليح البنات. ونبقاو نحركو يعني في الدجاج تاعنا ولا قطع اللحم، نحركوهم باش يتقلانا مليح. البنات هنايا تاني ما قلت لكمش الثوم، ديروا انا زوج فصوص تاع الثوم يكونوا ملاح، يعني راح تديروهم مع البصل يتقلاو. نسيت ما قلتها لكمش بصح ماما كانت باينه في المقادير في بدايه الفيديو. شوفوا هنايا بعد ما تقلى لي مليح هذاك البصل والثوم والطماطم اللي كنت درتها، راح نسقيهم بالماء يكون سخون. تبغوا هنايا ديروا يعني دي غونديل تاع الجزر ديروهم، تاع زروديه ديروا. هنا شوفوا ما كترتش المرق بزاف، يعني ما كترتش الماء بزاف، شوفوا ما مرقتش بزاف. نغطيها ونخليها تطيب حتى يطيب لي الدجاج تاعي ونعاود نرجع معكم. هنا البنات شوفوا بعد ما طابت لي المرقه تاعي وطاب لي الدجاج تاعي، هنا راح نرمي اللوبيا تاعي باسكو اللوبيا تاعي ديجا قلت لكم راني مفورتها من قبل. هذه البنات راني دايرتها، كنت دايرتها في الكونجيلاتور، شوفوا راهي محافظه على اللون تاعها. نديروها مع المرق تغلي حوالي 10 دقائق فقط، تغلي غير الغليه الاولى ونطفي. شوفوا هنا البنات بعد ما بدات تغلي لنا، بدات الغليه الاولى، راح نطفي على النار ونشعل على الفرن تاعي وندير اللوبيا تاعي واللحم وهذاك المرق نديرهم في الفرن يتجمروا. هنا تبغوا يعني تستهلكوها كيما هكا مع البطاطا مقليه، ولا ديروا معاها يعني البطاطا تطيب معاها لداخل، ولا تدخلوها في الفرن. هنا كنت وجدت المطلوع، الوصفه تاع المطلوع البنات راهي في القناه. شوفوا هنايا بعد ما طابت لي
اللوبيا تاعي وتجمرت في الفرن، واحد الريحه واحد البنه ما نحكي لكمش، وحتى يعني اللحم تاعكم راح يتحمر يعني، تجي بزاف بنينه. نتمنى منكم تجربوها البنات، جربوها كما جربتوا يعني كما جربتوا الوصفات الاخرى، وكتبوا لي تعليقاتكم البنات. انا هنا البنات كنت رافقتها مع البطاطا مقليه كيما تبغوا. اذا درتوها يعني مرقه يعني ديروا معاها البطاطا، كيما انا دائما نديرها كيما هكا محمره ومجمره مع الفريت، تجي كيما قلت لكم قراب بنينه البنات. البنات غير سمحوا لي هاد الايامات راني نغيب عليكم، عندي مشكل في التليفون ماشي يبغي يطلع لي يعني لي فيديو، يقول لي لا ميموار بلان، دونك لازم عليا نشري بيسي ان شاء الله نولي نخدم به يعني احسن واحسن. وتاني راكم عارفين مع المرض وهاد لا قريب يعني ما كانش اللي ما مرضش منها. انا راح نخليكم تابعوا الفيديو كما راكم تشوفوا هنايا وتقدموها مع المطلوع، وكنت درت معاهم يعني سلطه، وراح يكون يعني طابق رئيسي في رمضان بزاف بنين. حتى واذا يعني يجوا عندك ضياف تاني في رمضان جربيها ورجعي لي بالخبر. شوفوا هذيك لاصوص تجي فريمون عاقده وبنينه. انا هنا البنات ما عليا نقول لكم غير وصلنا لنهايه الفيديو، وسمحوا لي راني الفيديو راني نقص فيه الماكسيموم باش ما يجيكمش طويل وتملوا. شوفوا هنا المطلوع، الوصفه تاع المطلوع راهي في القناه، جربوها البنات. دمتم في رعايه الله وحفظه، سلام.